السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي يا رب تكونوا في أفضل حال. غدا يوم الجمعة تحفة، تحفة، تحفة. عملت صينية بطاطس وفرخة بلدي بقى محشية. وحمرتها زي ما انتم شايفين طالعة قمر قمر قمر. عملت جنبها بقى رز بشعرية حاجة تحفة. طيب جبت بصلة وفرمتها في الكبة ونزلت عليها برشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ومعلقة من دبس الرمان، وده اختياري، تقدري تحطيه تقدري ما تحطوش، انا بحبه فحطيته. وقلبتهم ودعكتهم في بعض كويس قوي، وجبت الفرخة بتاعتي وهبدأ ادعكها بالبصلة دي كويس. بحيث تتبل وتديني طعم حلو. زي ما انتم شايفين هبدأ ادعك الفرخة من بره وجوه ومن كل حتة، زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. طيب وسبتها على جنب شوية وهبدأ اعمل الخلطة بتاعتي. نزلت ب3 معالق من السمنة، معلقة الأكل كده 3 معالق من السمنة، ونزلت ببصلة كبيرة فرماها في الكبة زي ما انتم شايفين كده وشوحتها شوية، ونزلت بالفرخة دي كانت كيلو وربع. حطيت لها تمن من الفريك زي ما انتم شايفين وبصلة كبيرة. دي يعني هتغرق الفرخة وهيفيض كمان. زي ما انتم شايفين هشوحهم كويس جدا. انا الفريك بتاعي منقيه كويس وغسلاه كويس وصفيته زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بالملح بتاعي وفلفل اسود زي ما انتم شايفين كده وبهارات فراخ. بس كده مش هنزل اكتر من كده، وهقلبهم كويس قوي. ومن هنا هتبداي تشمي جمال الروايح. انا بحب الفراخ اللي بتبقى محشيه بالحشوه دي قوي قوي. لازم تجربوها بالطريقه دي مش هتندموا. وهديهم تشويح حلو كده مع بعض، وبعد كده هنزل بنص كوبايه ميه. انا مش عايزه اسوي الفريك تسويه كامله، انا عايزاه بس ياخد جزء من التسويه. شايفين نص كوبايه ميه بس، وهقلبهم تقليبه بسيطه وهغطي عليهم لحد ما يشرب الميه دي كلها. حلو كده تمام. هنبدأ نغطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. بعد ما استوى انا جبت الفرخة بتاعتي وبدأت احشيها زي ما انتم شايفين كده، وما تكبسوهاش قوي، سيبولها نفس علشان لما يستوي. شايفين الموضوع بسيط جدا جدا، ولا هتفرقع منك ولا اي حاجة من الكلام ده، حقيقي تستاهل. في ناس بتخاف تفرقع منها، اعملوا بنفس الطريقة وصدقوني هتطلع تجنن. شايفين تقدروا صح تقدروا تحطوا في الخلطة دي الكبدة والقوانص لو عندكم، تبقى تحفة. بس انا ما حبيتش ان احطها. وفرغت الجلد بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ كمان احط من الخلطة بين الجلد واللحم زي ما انتم شايفين. بحاول برضو افرغه اكتر بالمعلقة بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها دي. شايفين وحاولت ما اوصلش للاخر قوي، بحيث اسيب الحتة اللي فوق عند الرقبة دي مقفولة عشان الحشوة ما تخرجش. ومش هكتر علشان ما تفرقعش مني، واحاول اوزع بالاكتر، يعني اوزع الكمية الاكبر على الجناب مش عند عظمة الصدر. هتشوفوا دلوقتي بنفس الطريقة دي يا بنات هتطلع معاكم لوحة فنية. شايفين انا ببطط ناحية الجناب اكتر وظبطتها زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اكتفها. بصوا معايا، بعد كده هبدأ اكتفها زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة دي. كانت الرجل التانية معصلجة معايا شوية بس على مين اكتف ابوها. زي ما انتم شايفين كده خلاص اتكتفت. وزيادة امان جبت خلة وقفلت الجلدة دي كويس. شايفين مبقلظة كأنها فرخة بيضة ازاي، ما شاء الله. ودي كلها فرخة وربع كيلو وربع. بس ظبطناها وحشيناها حشوة كده مظبوطة كأنها بالظبط فرخة بيضة. شايفين قفلت الطرف اللي تحت ده بالخلة زيادة امان عشان برضو الحشوة تكون في الامان. وبس كده كده الفرخة بتاعتي تمام التمام. وفي نفس الوقت ده الحلة بتاعتي انا مليها مية وبغليها على النار. لازم استنى لحد ما المية بتاعتي تغلي. شايفين الجمال بتاع الفرخة مبقلظة كده. دي المية بتاعتي بتغلي، نزلت بالفرخة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل ببقية الحاجة بتاعتي. وبعد كده جبت طماطماية تكون طرية وعصرتها كده جوه المرقة زي ما انتوا شايفين. شايفين
وهنزل بيها جوه المرقة. عايزة اقول لكم هتعمل شوية مرقة عسل. ونزلت ببصلة متوسطة مقطعها 4/4 وفلفل اسود حب وورق لورا وحبهان انا طحناهم. عندك صحيح حطي. شايفين الريم ده بقى بالكبشة كده وتشيليه. اي حاجة عننا مش حابة تشوفها نشيلها، مفيش اي مشكلة بكل سهولة. شايفين انا بحركه بقلب جامد لانها خلاص خدت الصدمة من المية. بصولي على الجمال بعد ما استوت. شايفين المرقة فظيعة. بعد كده انا كنت عاملة صينية بطاطس، لو عايزين طريقتها انزلها. وبدأت ان انا حطيتها في نص صينية البطاطس دي. وحاولت ان انا ادهن من الصوص، حسيت ان هو مش مكيفني كده، مش مبسوطة قوي. فجبت صلصة معلبة وحطيت منها معلقة ودهنتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بالفرشة. عايزه اقول لكم بقى دي هتديني اللون تحفه. ودهنتها كويس من كل حته بالصلصه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شايفين لوحه فنيه. لا فرقعت ولا جرالها اي حاجه نهائي. شايفين زي ما دخلت زي ما خرجت، وطعم وريحه فظيعه. حقيقي تشرف في العزومات. لما تجيبي فرخه بقى مش كيلو وربع، تجيبي فرخه كبيره كده وتحشيها وتحطيها في نص كده الصينيه تحفه. وهنا دخلتها تحت الشواية واخدت اللون العظمة ده. صدقوني من غير التصوير احلى بكتير، التصوير كمان ظالمها. فظيعة. جربوها بطريقتي وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة. باي.